السلام عليكم، نتمنى كامل تكونوا صافا بيان الحمد لله، تكونوا في احسن صحه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه هايله هايله هايله. على بالي كامل تقولوا الدجاج بنين ومنا، لكن اليوم راح نقول لكم على واحد الطريقه يعني تخلي الدجاج تاعكم بنين بزاف بزاف. بالنسبه للوصفه هذه صدقوني اذا جربتوها راح توليو يعني ديما معتمدينها، وراح تخلاو على كامل الوصفات الاخرى. سهله سهله جدا، وراح تقول لكم مم في البنه راح تكون بنينه وسهله ثاني. هنا انا واش درت، حطيت دجاجه يعني تكون متوسطه، ما درتش دجاجه كبيره. ما من الدجاجه اللي تكون كبيره راح تصلح لهذه الوصفه. جربوها فقط، شوفوا ما من الفريت اللي درتها معاها يعني طايبه، زبده ومام في البنه بنينه. واش راح ندير؟ راح نجيب دجاجه قطعت معها البطاطا، راكم تشوفوا فيها قطعتها قطع عشوائيه. الدجاجه هذيك واش راح نديروها؟ راح نفتحوها. الدجاج اذا تبلتوه راح يبقى لكم من برا سيرتو الجلده تاعو هذيك تكون بنينه، لكن من الداخل راح يجيكم صامت. هنا لازمنا نفتحوه كيف هكا كيما راكم تشوفوا. فتحوه وين بغيتو تفتحوه فتحوه، المهم تفتحوه باش يدخلوا لي زيبيس هذيك والتوابل كامل تدخل فيه يعني ويجيك هايل. الماريناج راح نديرو في بول، حطيت الملح، ديروا كونتيتي تكون شويه مليحه ماشي لدرجه يكون مالح. درت التوابل تاع الدجاج، درت شويه فلفل احمر، درت له هنا كمون يعطيه بنه هايله. هنايا فلفل احمر، حبيتو ديروا الحلو حبيتو ديروا الحار، المهم اللي بغيتو. حبيتو ديروا درت ثاني هذا فلفل كحل، حبيتو ديروا معاه شويه قرفه شويه زنجبيل شويه ثوم مجفف. هذم كامل اللي يديروا. مش راح ندير معاه الثوم الخضر هكاك، مش راح نديرو فخي، مش حنديرو. درت معاه شويه تاع الزيت، ما ندير معاه لا موطارد لا مايونيز لا ثوم لا حتى حاجه، لا بصل لا والو. المهم غير هذه التوابل اللي درتها بالبانسو. راح نديروا راح تدهنوا هذيك الدجاجه تاعكم، لكن الاهم انه راح ندخلوا هذيك لي زيبيس في هذوك الثقوب اللي درناهم وفي الفراغات اللي تلقاوها كامل راح ندخلوها فيها. حين ديروه من الداخل ومن برا. بالنسبه للتوابل تاع الدجاج انايا شريتها واجده، اللي ما عندهاش التوابل واجده تقدر دير انواع التوابل كامل، تقدر حتى اللي تحب ريحه الكركم ديرو، ما كانش مشكل. المهم ما ديروش في ما ندير فيها لا موطارد لا حتى حاجه، غير التوابل برك تبلوه وتحطوه عليها. شوفوا هذا اللمعان هذا اللي كنت تشوفوه، يعني ما كان لا صلصه شواء لا والو. خي بزاف يديروها بصلصه شواء، كاين اللي يديروها بصلصه صويا، كاين كلشي راهو متوفر في السوق، بصح انا نديرها غير بهذه التوابل. صدقوني تجيكم واحد البنه عظيمه. بالنسبه للبطاطا راني ما درت فيها والو، ني ملح ني توابل ني حتى حاجه، لانه هنا نغطيها مليح، ما نخليش الهواء يخرج منها باش تجيني زبده. نحطها في الفرن طيب لي الفريت هذيك راح تهبط، ومن بعد هذيك الزيت وهذاك التوابل هذيك، ومن بعد طيب فيه هذيك الفريت وتجيك مام هي بنينه بالبزاف. بالنسبه لمده الطهي تاعها راح نخليها على الاقل ساعه. اذا كانت الدجاجه تاعكم كبيره تخليوها لساعه ونص حتى لساعتين، صدقوني تجيكم تذوب وحدها. شوفوا هذه هنا بالنسبه للدجاجه، هنا ما نكفيش. شتو هذيك الصوص اللي بقات لنا هذيك ماشي غير تقولوا نحطوها مع الروز ولا نرموها ولا نديروها مع لابيري ولا لا، لازم لكم تشربوا بها هذيك الدجاجه تاعكم، تحطوها لا كيما هكا. اذا تقدروا تعاودوا تردوها للفرن، تزيد تحمر لكم شويه بهذه بلا بغيونس هذه، صدقوني تجيكم هايله. سيرتو الدجاج كي يتكل سخون روعه، يعني ما شاء الله. راح نتخلاو على كامل الوصفات، من غير هذه الوصفه راح ما تستعملوش الوصفات الاخرين. والفريت واش نقول لكم بنينه، شوفوا الكولر تاعها كيفاه تبدل، شوفوا واش لي زيبيس اللي معاها، مالغري راني ما حطيت لها حتى حاجه، راهو طايب يعني العظم تخرجوه صافي ما فيه والو. هنايا ندير هذيك لابغيونس بهذاك الماريناد اللي درناها وتقدموها. فوالا حطيت له الفريت، حطيت معاه شويه تاع الرز، حطيت معاه شويه تاع سلطه، وتحبوا تحطوا معها فلفل، تحبوا تحطوا معها مخللات كيما تحبوا. وهذيك لاصوص اللي تبقات لي حبيتوا ديروها مع الرز، ديروها مع لابيري، ديروها مع شحال من حاجه. هنايا نشوفوا العظم يخرج وحده، يعني واش نقول لكم طايبه زبده. فوالا هاي ليك
هايله 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 يعني مشنوا سيرتو كي تحطوه هو سخون، يعني الدجاج نعرفوه كي يبرد يولي صامد لهنا، لكن هي راهي له مذوب في الفم بصح. وشنو بلا ماريناد هذه اللي درتها لكم والله صدقوني هايله. هنايا شوفوا الفريت يا اخي شتوني ما درت له حتى حاجه، شوفوا الكل تاعها كيفاه تبدل، وشوفوا كيف راهي طايبه زبده وحدها. وشنو هو تحطوها من تحت فقط، وتحبيتوا ديروا معها اي حاجه. جربوا الوصفه وما تندموش. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي النجاح لكامل التلاميذ، قولوا امين. يا هنايا راكم تشوفوا فيا راني وجد في واحد التحضيرات تاع سيزيام اللي بغات ديرهم للباك، اللي بغات ديرهم للهليه، كل واحد وكفاه. وجدتهم من بريمير ان شاء الله يا ربي ينجح كامل وليداتكم، وان شاء الله تفرحوا بهم ويفرحوا كامل الاولياء. باسكو من قبل كانت القرايه كانت كنا نقراو وحدنا، دوك ولاو الولاد يقراو لازم معدل 9 10 ما يهبطوش من تحت 9، والوالدين يتعبوا الولاد يتعبوا، مام البروغرام شارجي. لهذا لازم نفرحوهم ونفرحوا معاهم ان شاء الله يا ربي كامل الامهات وكامل الوالدين. هنايا راكم تشوفوا فيا درت هذم لي بواط، درتهم بريميتهم بالورق العادي بابي اوردينير. الورق العادي اللي نخدموا به لي سي جي مثلا لي سي جي فقط، درتو بريميتو. تلقاو التصاميم تلقاوهم في البنترست، تطبيق بنترست تلقاو تجبدوه من فما، يعني التطبيق اللي حبيتوه. فوالا هذه هي التصميم انا اللي خيرته تاع النجاح تاع سنه 5. حطيت شويه كوكا، شويه حلوه، شويه شوكولا. لهنا حنا نقولوا لها، كاين يقولها قشقشه، كاين اللي يقولوا الباروك، كل واحد كيفاه يسميه. المهم هذايا راهو سبيسيال تاع النجاح، يعني من شفالو حنا نديروا هذا الباروك. هنا درتو الاولاد تاع المدرسه، حبيت نفرحهم نهار الحفله. فوالا حطيت فيهم عمرتهم كامل. ديروا على حساب الكلاسه وزيدوا شويه، باسكو ساعات يكونوا المعلمات ساعات يعني ماشي حاجه مش راح يهزوا لكم بزاف. هنايا درتهم فوالا، درت لهم هذو الثقوب ثاني تلقاهم في التصميم. درت لهم ثاقبه، لهن الثاقبه هذه اللي ما عندوش ثاقبه يقدر يثبتهم بيستولي، تلصقهم بيستولي كيما الساكه فقط هكاك. ومن بعد ربطتهم بهذه الدبله ولا الحاشيه، كل واحد كيفاه يسميها. اللي خيرت اللون الازرق باسكو اللباس تخرج تاعو ازرق. نتوما تختاروا واش حبيتوا، ولا عندكم ولد ولا بنت، باسكو الطفله يديروها الغوز والطفل يديروا له البلو. فوالا هذو هما درتهم بعد ما عمرتهم، وحطيت لهم هذيك الحلوه والشوكولا والكاكاو، حطيتهم فيها كامل وغلقت عليهم بهذه الطريقه. حطيتهم بجيه. نتوما ثاني اللي حبيتوا ديروهم تهزوا السي جي التصميم عفوا، تهزوه من البنترست فقط وتروحوا تبريميوهم في السيبر اللي ما عندوش طابعه. هنايا درت هذه البابي هذه اللي راكم تشوفوا فيها. هنايا ما طرايوش 2023 باسكو قديمه، لقيت هذه اللي لقيتها لانه ما خدمتهاش انايا، هزيتها فقط من بنترست. هزيت هذا نجوم ثاني، لكن البابي اللي استعملته هنايا استعملت البابي فوتو ولا بابي ابسط شيء، يعني تلقاو الورق المقوى ولا الورق اللي يديروا به الشهادات. انا استعملت الورق اللي يحطوا فيه اللي يطبعوا فيه الشهادات، يعني تبريمي فيه شهادات، هذا هو اللي استعملته، يجي شويه مقلاصي. درت منه هذم الاشكال. وهنايا راح نديرهم للطارت يعني للكيكه. هنا حبيت يعني نزينها بكل شيء بالتخرج. هنايا هذم الاسياخ تاع الشواء ثاني، هذو نحتاجهم، راح نشوفهم بعد كيفاه نثبتهم فيهم، راح نحتاجوهم. تقريبا هذا هما اللي عادوا يستعملوا فيهم في وقتنا الحالي، لانه الكيكاو كانت من قبل بالفواكه، كانت بلا جولي، كانت كل واحد كيفاه يدير لها، لكن الان درت لها هذا. لهنا عندكم هذا الموتيف ثاني تقدروا تستعملوه، تحطوا فيه حبه شوكولا، تقدروا تحطوا فيه حلقومه، تحطوا فيه اي حاجه، لكن وشنو ديروا له في الورق المقوى، ما ديروش في البابي عادي. هذو شهادات او تكريمات او شهاده الشكر وتقدير وعرفان للمعلم، لانه المعلمين صراحه تعبوا مع اولادنا وتعبوا وما محنا تعبنا ويستاهلوها. حبوا الاطفال يخليوا الذكرى يعني عند المعلم تاعهم، تبقى لهم ذكرى، لانه المعلم مهما كانوا مهما يكون راهو مربي، راهو كانه بمثابه الاب او الام بالنسبه للتلميذ، وراح يبقى له ذكرى جميله. هذا لباس تخرج، كل واحد وش يختار، اللي يحب اللون الاحمر ولا اللي يحب اللون الذهبي او اللي يحب اللون الازرق.
كيما يقول لك خالف تعرف. فوالا درت هذا الكولر. مازال غير نزيد نديرلو شويه غليتر ونزيد كيف نقولوا نحدو مليح ونوجده له. مازال هذه راني في التحضيرات كما تعرفوا مع ليكزامان مع كلش لازم دوقه بشويه حتى نكملوهم ان شاء الله. هاني نوجد له ان شاء الله يا ربي تهزوا الافكار نتوما ثاني وفرحوا ولادكم. لازمكم تفرحوهم وتفرحوا معاه لانهم تعبوا. هذو بالنسبه للسنوات الاخرى ما حبيتش ندير فيهم التخرج لباس تخرج او قبعه التخرج لانه ما تخرجوش من البريمير مازالوا في البريمير. درت لهم عطله سعيده فوالا شوكولا. هنايا بابي ثاني بابي في ورق مقوى ولا بابي فوتو ولا كل واحد كيفاه يدير. هنا درت لهم ورق مقوى. هنا تبريميوهم وتقطعوها من الاشكال اللي حبيتو ما من لي ستيكرز هذوما اللي دي قلت لكم راح ندير من الطرد. هنايا هذو تاع التخرج راكم تشوفوا كيفاه ثبتهم. هذوما اللي قلت لكم نثبتهم بالاسياخ هذوك تاع الشواء اللي راكم تشوفوا فيه ديجا شغالين بزاف. وهذو تاع العطله تاع الاطفال العادي ولا تاع حفلات الاعياد الميلاد ويعني اشكال وانواع وانتم تختاروا. هنايا خيار تاع سبايدر مان والكيكه الثانيه تاع النجاح. هنا بالنسبه للكيكه كنت حطيت من الكيكه من قبل تاع النجاح كيفاه ديروها بطريقه سهله. من قبل حشيتها بالفراز وهذه حشيتها بالبنان. الاولى درت لها فراز وشوكولا وهذه درت لها البنان حين حشيتها بالبنان فقط. هنا نبيكي فيها هذوك لي ستيكرز هذوك درت لها تزيين بسيط لانه كانت الامتحانات وشويه الوقت ما كانش وتزربت بها شويه. هذه الكيكه الاولى شوفوا هنايا رافقتها مع هذوك التوزيعات تاع الشوكولا اللي حطيت لهم عطله سعيده. هنا الكيكه الثانيه او الكعكه الثانيه هنا رافقت مع هذوك الباروك كما نقولوا احنا الباروك. وهنا درت لها ستيكرز تاع النجاح. نتوما تقدروا ديروا كما قلت لكم الطارت ما خدمتهاش معاكم لاني خادمتها معاكم ونفس الوصفه نفس كل شيء نفس الطريقه. نحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هنا هذه هي النتيجه النهائيه تاعها. شو نقول لكم ما كانش يعني فرحه اكثر من هكا. فرحه النجاح فرحه الاولاد لانه تعبوا بالبزاف. ان شاء الله يا ربي نتمنى لكم كامل النجاح ونقول لولدي مبروك عليك ان شاء الله من نجاح لنجاح ان شاء الله بالتوفيق النجاحات الاخرى. ربي يوفقك ربي ينجحك ربي يفرحك ديما 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 ان شاء الله يا ربي. نشوفك في مراتب عليا ان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب بالتوفيق.